اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد، ويلا نشوف فيديو النهارده بيقول ايه. عايزه اقول لكم اول حاجه بقى كده صباح الفل والورد والياسمين. ليه بقى؟ لان انا لسه صاحيه. تمام، فقلت بقى اعمل كوبايه قهوه او فنجان قهوه. تمام، عاملين في الفنجان النهارده عشان نصغر الحجم بس ونصغر الكميه، علشان عايزه ايه اسحب كده واحده واحده، علشان خاطر يجي رمضان بقى علينا نبقى ايه بنعرف نتوازن. حتى لو ما شربناش فنجان القهوه يبقى الدنيا ماشيه معانا في الصيام مية مية والحمد لله. المهم بقى ايه، قلت اعمل فنجان قهوه كده. الواد دودو كان امبارح عمل لي فنجان قهوه وطلع لي الفنجان ده من النيش، فقلت الصراحه عجبني. قلت لا، لما اعمل بقى فيه النهارده تاني واشارككم بقى الايه فنجان القهوه. شفتوا؟ خلي بالكم انا عملت حركه جريئه هنا، جريئه يعني وانا مش بعملها ومش من العاده ان انا بعملها، اللي هي ايه، ان انا احط معلقه سكر من العادي، معلقه كامله. انتوا فاهمين اللي هو ايه؟ حاسه ان انا نفسي في حاجه مسكره، فده حاجه مش كويسه وحاجه مش مبشره يعني. فالمهم قلت بقى لما اعمل فنجان قهوه كده واحط له معلقه سكر، ايه يعني النهارده لما ابوظ الدنيا واشرب حاجه مسكره مش هيحصل حاجه يعني. ايه اللي هيحصل؟ هيعلى السكر شويه، مش مشكله مش مشكله، نعمل مش واخدين بالنا. كده كده بما اننا كده عالي وكده عالي يبقى ايه. انا حسيت ان انا محتاجه حاجه مسكره، معرفش ليه. رحت عامله الفنجان بمعلقه سكر. هي كانت مسكره اوفر عليا، لان انا مش من هواة الحاجات الحلوه. تمام، بس برضو كانت عجباني وكنت بسقف لنفسي واقول لنفسي برافو. علشان خاطر ان انا ايه عملت فنجان قهوه يعني مستوي كويس وعامل وش جامد جدا جدا جدا. بس فانا قلت بقى ايه، هو عجبني بقى كده. قلت بقى خدته بروقان كده ورحت قعدت مع نفسي على جنب. اي نعم معايا دور برد قاتلني وجسمي بصوا مدغدغ، ورحت واخده حبايه مضاد الف علشان خاطر ايه، عندي جيوب الانفيه يعني فيها احتقان، فعامله لي ايه نشره في جسمي. المهم قلت بقى لا خلاص كده، اروح بقى مع نفسي اعالج نفسي بنفسي كده انا وفنجان القهوه ده. بعد ما شربت فنجان القهوه قلت لا، الواحد برضو حاسس ان هو كده في ايه، في حركة نشاط كده، ان الواحد عايز يعمل للولاد حبة فطار حلوين متمكنين، يعني مش سندوتش وعديها والكلام ده كله. قلت لا، الواحد بقى الواد عدي لسه جايب العيش سخن. انتوا عارفين بقى العيش لما بيجي سخن بقى وكده بتبقى انتي الهبة بقى بتهب، اللي هو عايزة بقى ايه، تاكلي طعمية سخنة مع العيش وسلطة، سندوتشات بقى. قلت لا النهارده لا، مش طالبة معايا سندوتشات ولا عيش وطعمية. سألت العيال قالوا لي احنا عايزين فطار يا ماما من بتاع تيتا، اللي هو عارفاه يا ماما بتاع تيتا، كل حاجه حاطين لي تيتا في السكه. يعني انا اعمل ايه مع تيتا؟ يعني اوديكوا تعيشوا مع تيتا واريح دماغي، ولا اجيب تيتا تعيش معاكوا هنا واريح دماغي برضه؟ كده من تلك الحالتين دماغي هترتاح. ماما اعمل لنا سندوتشات زي بتاع تيتا، حاضر. ماما اعمل لنا فطار زي بتاع تيتا، حاضر. ماما اعمل لنا كشري زي بتاع تيتا، حاضر. طب انا مفيش حاجه ماما اعمل لنا من اللي انت بتعمليها؟ هي كل حاجه تيتا اللي بتعملها ماما ما بتعملش منها حاجه خالص؟ ما علينا. فقلت بما ان هعمل فطار زي بتاع تيتا يبقى مفيش احلى من شويه فول بتغديعه زي بتوع تيتا بالصبح. شويه فول متدمس في البيت، فاهمين، والطماطم والشطه عليه وحبه الزيت واديله ادي وحطيهم على البوتاجاز يا ست الكل، ونوري بقى البيت ايه، خلي البيت كده ريحه الفول تهب فيه ويزغرطوا الولاد من ريحه الفول بتاع تيتا. ماشي. هنا بقى قلت ايه، تيتا يا ماما بتحمر لنا بطاطس على الفطار. هو انا يا ولاد من حرماكم من البطاطس؟ مش بحمر لكم بطاطس على الفطار؟ رحت رايحه محمره بطاطس زي تيتا ما بتعمل بطاطس على الفطار. طب تيتا بتعمل لكم علشان هي اساسا طول الاسبوع بتقضيها علبه زبادي بيضايه مسلوقه كده ماشيه حالها، انما احنا هنا برضو كنا بنفس الكلام اللي تيتا بتعمله. والله انتوا في حاجات ورا الكواليس مش بتشوفوها مع تيتا غير اليومين اللي بتروحوا عند تيتا بتبوظ اخلاقكم فيهم. المهم بقى، هنا بقى رحت جايبه شويه بطاطس زي اللي تيتا بتعملها محمره، واقفين بقى. وتيتا بتحمر بدنجان او بتشوي بدنجان لما بنبقوا هناك، وبتعمل لنا طبق جبنه حادقه، وبتعمل لنا بيض بلانشو، وبتعمل. قلت لهم لا، الكلام ده عند تيتا هناك مش عندي حبيبي انت وهو. ورحت مشوحه بايديا كده. امال ايه؟ قلت لهم كده يلا بينا اطلعوا بره، بقول لكم ايه، فلوس التوك توك عليا، خدوا بعضكم وروحوا عند تيتا. ايوه امال ايه. ولازم يبقى ليكي شخصيه في المطبخ كده وتبقي ست ايه، كمل في نفسك كده وكاريزما، فبتشخطي كده وتكرشي العيال. المهم بقى تستكفي بشويه الفول يا حبيبتي وحبه البطاطس عشان خاطري تبقي بصي شخصيه كده مع الولاد يخافوا منك كده ويهبوكي. لازم تزعقي، بصي تشوحي كده. المهم بقى رحت محمره مخرطه البطاطس، ورحت ايه، هم بطاطستين ويعمل لك احلى طبق بطاطس الصبح يا بنتي يا مدود، وعليكي شويه فطار
بصوا مش هقول لكم بقى زي بتاع تيتا. رحت جايبه بدنجانايه علشان يبقى بقلد تيتا بالمره بقى. لا ما احنا كده مش هنخلص بقى من حوار تيتا كل يوم. المهم بقى رحت عامله صينيه، رحت عامله بدنجانيه كده مقطعاها، قلت اقليها وايه واعمل لها دقه كده وليمون بقى. وكان دي بصلايه كده حزينه قاعده من بقالها 7 8 سنين في التلاجة. إيه كنا جايبينها يعني البصل حلو، انا بحب البصل الاخضر. ف كنت جايبه ربطتين بقيت باخد منهم بالعود يعني. وده كان اخر عود يتيم توفاه الله على ايديا دلوقتي. وتخلصت من الراس بتاعته قطعتها ونضفته وركنته بقى، خدته غسلته وركنته على جنب. هنا بقى كان عندنا كام باكو كاتشب كده. كانوا الولاد ايه جايبين عارفين اللي هو المحلات اللي بتعمل الحواوشي، والحواوشي ابو 3 جنيه وربع لا اللي هو كده يعني. المهم الولاد كانوا جايبين حواوشي والراجل عطيهم كميه كاتشب رهيبه رهيبه. بقينا 3 ايام مش عارفين نخلصه. بس ورايحين داخلين طالعين داخلين طالعين داخلين طالعين عمالين يبصوا في كاتشب. طبعا الموضوع مأفورني. انا رحت قايله بقى اخر حبه دول بقى خدت شويه منهم عملت بيهم حاجه تانية. والشويه دول خليتهم بقى ايه ديكور جنب البطاطس المحمره ادي. بس بقى المهم بقى هنا ايه قلت بقى لما احمر البطاطس. كل ده كنت فين انا رحت فين كل ده؟ المهم بقى عايزه اقول لكم تشيروا القناه وتعملوا ايه تاني. اه شيروا القناه مع اصدقائكم. متنسوش تحطوا لي لايك. لو لسه جديده معايا في القناه خدي لفه سريعه تمام في القناه كده، وان شاء الله انا عارفه متاكده ان شاء الله تعجبك. خدي لفه سريعه في القناه. ياخدوا لفه سريعه في القناه يعني تخش الفيديو ده يعجبها بتاع كلام من ده. هتلاقي في حاجات حلوه، عاملين تفريزات لرمضان حلوه وموفره، وعاملين حاجات اقتصاديه. وهنا بقى انا ما اعرفش كنت برغي ليه ومش عارفه انا كنت رحت فين يعني وسبت الكاميرا مفتوحه. المهم جبت البطاطس بقى هنا وهبدا احط لها شويه ملح وشويه كمون وشويه شطه توابل يعني ايه، والف بقى البطاطس كده تمام. بس كنت بقول لكم ايه وشيروا القناه يا جماعه مع اصدقائكم بليز يعني مش هيحصل اي حاجه وكده يعني. المهم يعني ان احنا عشان داخلين كمان على ايام مفترجه، فانا نفسي ادخل رمضان والقناه مثلا رافعه يعني 1000 كمان او حاجه. احنا حاليا في ال2000 فاحنا عايزين نرفع القناه بقى نخليها 3000 مثلا، نعمل حمله نخليها 5000. انتوا حبايبكم بقى كده وتشيروها تمام. واللي مش مشترك يشترك، واللي عنده اكتر من تليفون في البيت يعني مش هيحصل حاجه يعني. لو جبت التليفون واشتركت على الزرار الاحمر هيطلع لك 3 ارقام، اعمل علامه للكل هتلاقي نفسك اشتركت. وكل اي حاجه هنزلها اي حاجه جديده هتنزل هنزلها معاكم تمام تمام. بس قبل اي حاجه ما تنسوش تصلوا على النبي، عشان الصلاه على النبي بتزود البركه في البيت وبتخليكوا كده ايه مفيش خناق مفيش اي حاجه فاهمين يعني. بضرب الواد عادي. المهم بقى هنا البطاطس بقى قلت لما هيئ البطاطس للولاد. وكانت البدنجانيه بقى انا حمرت البطاطس اول وبعدين عشان الزيت كان لسه جديد. وبعد كده رحت ماسكه البدنجانه بقى محمراها. وهنا شويه الفول العنب. بصوا في قلبي كده في قلبي نازلين بيزغرطوا في قلبي كده. ده فول تيتا ولا مش فول تيتا؟ يقول لي لا انا حاسس ان هو مش فول تيتا، بس يلا مش مشكله مش مشكله. اهو انا مش هقول لك بقى حاجه. ودي البدنجانه كانت اتحمرت وحيقتها بدقه شطه هريسه شطه وشويه توابل وعصره ليمونه محترمه ودول قرنين فلفل حمرتهم عشان تيتا بتحمر شطه على الفطار. بس هنا بقى البوتاجاز بصوا مش عايزه اقول لكم البوتاجاز كان عامل ازاي. تمام هعمل كده بايدي كده بايدي كده عارفين اللي هو الحركه دي اللي هو كده بسرعه كده تروح البوتاجاز زي الفل زي الفل. غمض عينك فتح اوبا. بس هنا بقى ايه كنا مسحنا البوتاجاز بتاعنا وروشنا عليه وروقنا عليه وخليناه بصوا يعني اي نعم هي مش المسحه اللي هي ولا الترويقه بتاعت انا البوتاجاز ده اللي عندي ترويقه محترمه. بس المهم يعني قلت بقى ايه بما اننا هنطبخ عليه تاني فنعمل اي حاجه دلوقتي. جبنا الحله بتاعتنا حطينا فيها شويه ميه ورحت راميه فيها كام ورقه لوري تمام. وهحط فيها 2 حبهانه دلوقتي علشان هنعمل الغدا. طب الغدا بتاعنا ايه؟ الغدا بتاعنا عندنا نص كيلو لحمه عمل نفسه ربع كيلو مش عارفه ازاي مستخبي في ربع كيلو لحمه. بس المهم يعني فانا حطيت الميه تغلي بتاعتنا وكنت نقع اللحمه وغسلها كده وشطفتها وبسيبها يعني ايه في شويه ميه ليه بحيث الميه بتطريها بحيث ان اللحمه ناشفه شويه بسيبها فيها تطريها وبتنفش شويه. حاسه ده مش نص كيلو يا جدعان ده ربع كيلو. نص كيلو ده لا 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 ده نص كيلو مستخبي في ربع كيلو. انا عايزه اعرف بقيه النص كيلو بتاعي فين. انا كنت حاطاه في التلاجة نص كيلو راح فين؟ عايزه حد يجي يدور معايا بقيه النص كيلو اللحم هنا. المهم ايه حطينا النص كيلو اللي عامل ربع كيلو مستخبي فيه. عندنا كيس
شوربه. شفتوا بقى ان احنا مندرمش اي حاجه، لم النعمه تلمك. المهم جبنا شويه شوربه من بتاعه فراخ كانت مستخبيه عندنا برضو في الفريزر. انا دلوقتي اي شوربه بحسها حلوه وجميله وطعمها حلو ودخلت دماغي ما برميهاش، ما بفرطش فيها، بروح واخداها شايلها في اكياس اللبن دي عادي بتاعت الخزين، واروح حطها على الفريزر على طول. بتنفعني لو عايزه اعمل ملوخيه، لو عايزه اعمل شويه محشي والاكل مستعجله ومش مش مستنيه الشوربه بتاعت اللحمه. يعني بص بتنفع، عايزه اعمل عدس بينفع في حاجات كتير. المهم مسكت الشوربه بتاعتي، حطيت لها شويه زيت وحته سمنه وشويه توابل، ملح وشطه وكمون وكزبره وفلفل اسمر. تمام. وحطيت شويه توابل فراخ وبابريكا وشويه حاجات كده حلوه. وهنا بنكمل ببقيه الكاتشب علشان نرمي البواكي بقى ونفضي موضوع الكاتشب ده. فقلت بقى بما اني حطيت زقيت المحشي كده شويه شوربه زي العسل، وعايزه بقى ايه اشعل الدنيا كده واحمر المحشي ده، رحت ماسكه الكاتشب حطها على المحشي كده ووزعته كده وروقت عليه. ادى للمحشي شويه طعم خرافه، خلى المحشي في حته تانية. بس انا قلت بقى ايه علشان خاطر اخلص من الولاد وطرطشه الكاتشب، خدي افتحي لي، تبقى ايديكي بتعملي حاجه اقول لك خدي افتحي لي، ايه يا جماعه الكلام ده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام عليكم.